سبق الإنذار. مع سبق الإنذار توجه عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا يا فندم، وكل عام وحضرتك والسادة المستمعين جميعا وكل مصر بكل خير وسعادة وسلام. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، هل يعتبر تعقيب المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض حول الخطة المصرية لإعادة تعمير غزة ومنع تهجير سكانها والتحفظ على هذه الخطة واعتبارها غير كافية إنذاراً من أمريكا بعدم قبول هذه الخطة؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعيش الآن مرحلة المتاجرة بالسياسة، حيث يتعامل دونالد ترامب مع القضايا السياسية العالمية وكأنها صفقات تجارية يريد أن يحقق فيها مكاسب. الموقف المصري القوي الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والعمل على حل الدولتين كشرط رئيسي وأساسي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، يحظى الآن وأكثر من أي وقت مضى بتأييد دولي كبير. هناك ما يشبه الإجماع الدولي على الرؤية المصرية الثاقبة بشأن التعامل مع أزمة القضية الفلسطينية في وقتها الراهن. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، ربما سيادتك تعرضت لحملة هجوم بسبب تبنيك لتطوير مركز التدريب بوكالة أنباء الشرق الأوسط، فكيف كان رد فعلك؟ هو في الحقيقة ليس بهجوم. عملت إلى جوار زملاء كفاءات في وكالة أنباء الشرق الأوسط وهم جميعا على قدر كبير من الكفاءة، وكانت لديهم رغبة واستجابة دائمة للحصول على دورات تدريبية لمواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال الصحافة بصورها المتعددة. ولكن اسمح لي الكاتب الكبير الأستاذ علي حسن، بماذا ترد على من يقولون أن التعاقد المالي كان كبير من أجل تطوير مركز التدريب التابع للوكالة، يعني من أجل التطوير الذي ذكرته حضرتك مواكبة مع التطوير الحادث، وهذا ما يتعارض مع توجيهات الدولة المصرية بترشيد الاستهلاك داخل جميع المؤسسات؟ هذه المعلومة ليست صحيحة على الإطلاق، لأنه لم تكن هناك أي نفقات في مركز التدريب سوى المبالغ التي كانت تمنح لمن يقومون بعملية التدريب وتدريس المواد الصحفية والإعلامية للمتدربين، وكانوا يحصلون على مبالغ متواضعة قياسا بمكانتهم العلمية الكبيرة، سواء من الأساتذة الأكاديميين أو من كبار الصحفيين. فسلمت مركز التدريب كان دخله عشرات الآلاف من الجنيهات، تركته ودخله السنوي عدة ملايين من الجنيهات، ويعد أكبر مركز تدريب صحفي في مصر بل وفي المنطقة، وله دور كبير في تأهيل الكوادر الصحفية والإعلامية. ولا توجد أي نفقات على الإطلاق في مركز التدريب سوى رواتب أو مكافآت الأساتذة الذين يقومون بالتدريس. الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، تعدد وسائل ووسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتزايد ظاهرة مثل ما يسمى بصحافة المواطن وغيرها من الوسائل الإعلامية المستجدة، ترى هل أثرت على عملية السبق الإعلامي وعلى الفورية في نشر الأخبار؟ وهل تمثل إنذاراً بتآكل دور وكالات الأنباء؟ هذه الأمور تعظم من دور وكالات الأنباء باعتبارها المرجعية والمصداقية فيما يتعلق بالأخبار التي يتم تداولها، لأن وكالات الأنباء لا تعرف الخبر الخطأ أو الخبر الكاذب، لا سيما وأن خبرها ينتشر انتشارا كبيرا للغاية، وهو أمر يكون من الصعب
نفيه، وأن نفي أي خبر لوكالة أنباء يمثل سقطة كبيرة لها. أما عن صحافة المواطن فهي ليست بصحافة. الصحفي له مواصفات علمية وفنية ودراسات وخبرة يكون قد حصل عليها حتى يأتي لنا بالخبر الصادق من مصادره الرئيسية. انذار من الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، ترى يوجهه لمن وماذا يقول فيه؟ أقول لكل دارس لعلوم الإعلام: لا قيمة لما تدرس ما لم يكن لديك إلمام بالتقنيات الحديثة في علوم الصحافة والإعلام، ما لم يكن لديك لغة أجنبية على الأقل، ما لم يكن لديك معلومات سياسية واقتصادية ومعلومات عامة كبيرة وشاملة حتى يكون لك موضع قدم في عالم الصحافة والإعلام في ظل الثورة المعلوماتية الكبيرة. الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، شكرا جزيلا لك. كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم يا فندم. كل عام وأنتم جميعا ومصرنا الحبيبة بكل خير وسلامة وأمن وأمان. مع سبق الإنذار. مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.